بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان الدرس هو تعاونوا على البر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، ربنا عز وجل أكرمنا بهذا الوحي الطاهر، أكرمنا بالقرآن الكريم وهو منهاج حياة. رب قال في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية 9 تلخص مقاصد كتاب الله العزيز. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عقيدة، عبادة، أخلاقا وسلوكا، وشريعة ومعاملة. أي القرآن يضبط حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. ورب قال أيضا في سورة الجن، قال في الآية الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أو القرآن الكريم كما تدل هذه الآيات أنه يهدي إلى الرشد. اللي تبع القرآن لن يضيع. نجيب آية أخرى في سورة الفاتحة: يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يأتي البيان في سورة النساء الآية 69. رب يقول: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب قال في آية أخرى في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وما سميت أحكام الشريعة شريعة إلا لاستقامتها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآيات عبارة عن مقدمة للموضوع، موضوع التعاون على البر والتقوى. وين جاءت الآية هذه؟ جاءت في سورة المائدة في الآية 2، وقد دلت على المعنى والمقصد أو المقاصد بالبيان الكلي كما يقول الأصوليون، لأن البيان في القرآن الكريم قد يأتي بشكل كلي وقد يأتي بصيغة مجملة وقد يأتي بصيغة تفصيلية. القرآن كامل يأتي البيان تاعو بثلاث طرق، ثلاثة: ألف باء جيم. ألف البيان الكلي. واش نقصد به؟ بمعنى القرآن يجيبنا مبادئ، دي برانسيب، مبادئ. مثلا مبدأ التعاون، مبدأ يمكن أن نطبقه في جميع مجالات الحياة. الناس كلهم يتعاونوا، الأئمة يتعاونوا، والفقهاء في الفقه يتعاونوا، والأطباء يتعاونوا، والفلاحون يتعاونوا، وكل الناس تتعاون. لماذا؟ لأن الله خلق البشر ما عندهمش كمال، فالكمال لله، غير ربي اللي كامل، وكل إنسان يحتاج إلى غيره. مثلا الطبيب يحتاج إلى الفلاح، الفلاح يحتاج البناء ماسون اللي يبني له، الماسون يحتاج اللي يدير له البانتور، واللي يدير البانتور يحتاج الى دونتيست نتاع الضروس،
وهذا يحتاج إلى الشيخ نتاع الجامع، والشيخ الجامع يحتاج الميكانيسيان، ويعني كاع محتاجين. ما كانش واحد هو كل شيء، هو الإمام وهو الطبيب وهو الفلاح وهو البناء. لا لا، ربي وزع المواهب على البشر وقال لا تعاونوا، وهذه هي فلسفة التعاون. هذا هو منطلق يعني هي البداية. ما كانش واحد كامل، كل واحد يحتاج واحد آخر. لذلك واحد شاعر عربي عبر عن هذا الموضوع بشعر كبير مما ورد فيه، قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يعني كل واحد منا يخدم الآخر، يكون بيناتنا التكامل، وهذا التكامل جميل. كل واحد يحس باللي غير ربي اللي وحده فقط. كلنا نؤمن بيقين باللي كاين رب واحد سبحانه عز وجل. قل هو الله أحد، واحد. ربي قال هذه في سورة الإخلاص، وفي سورة البقرة في الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي سورة الأنبياء الآية 25 ربي قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن نحن معاشر البشر لا بد أن ندرك ابتداء أننا يعترينا النقص والضعف، وكل منا يشعر بحاجته إلى غيره من الناس. لذلك ربي قال: تعاونوا، ولكن حبس تعاونوا على الخير ماشي على حاجة أخرى، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة جامعة لكل خير، هذا معنى عميق جدا. الكلمة القرآنية المفردة، اللفظة القرآنية، كلمة البر كلمة جامعة لكل خير. لذلك مما نستنبطه من هذه الكلمة ومن هذه الآية أنه لا يجوز اختزال الخير في مجال محدد. واش معناتها؟ لا يجوز لنا احنا كمسلمين نقولوا اللي بغى الخير يبني الجوامع برك، والاخر يقول الخير اللي يبني دور العجزة، يعاون هذوك الناس الكبار اللي ما عندهمش الأولياء وكذا. والاخر يقول اللي يحب الخير يعاون غير الفقراء فقط. والاخر يقول نعاونوا المرضى، والاخر يقول نعاونوا اليتامى، الاخر يقول ننشر العلم. لا يجوز اختزال الخير في مجال محدد، فالخير عام وكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. يعني حنايا كيما رانا في الجامعة الله يبارك في هذا المسجد المبارك، كل واحد منا وين يميل. بالك تلقى مجموعة لهيه يحبوا يعاونوا الفقراء والمساكين، بالك مجموعة هذه يحبوا يبنيوا الجوامع، بالك مجموعة هذه يحبوا يعاونوا المرضى، وكان مجموعة أخرى يهتموا برعاية البيئة، l'environnement، البيئة، حماية الطبيعة. وهذا هو المطلوب. المهم أن نعمل. هنا الإشكال إشكال آخر. أما اللي يريح في الدنيا ما يدير والو، يدير هك، يقول لك ما نخدم ما نردم ما ندير والو. كاين اللي يخدموا، هذا غلط. علاه؟ لأنه حياة الإنسان قصيرة بزاف. اللي يعيش 60 70 80 100 سنة، هذه المدة قصيرة جدا. أحد الفلاسفة يقول
الحياة أقصر من أن نقصرها. الحياة أقصر من أن نقصرها، هي في حد ذاتها قصيرة جدا. لذلك لابد أن نحولها إلى مزرعة، نديروها بحيرة نزرع فيها واش نجنيو في الآخرة. سمعنا الآن إلى الآية الثانية من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قلنا بأن البر كلمة جامعة لكل خير، ولا يجوز اختزال الأعمال الخيرية في مجال معين، بل تنتشر الهمم والطاقات والكفاءات، وكل ميسر لما خلق له. وبذلك نحقق عمليا مبدأ التعاون. لو برانسيب، هذا المبدأ لازم يبان في حياتنا من خلال هذا التعاون. وقد قلت لكم قبل حين بأن البيان في هذه الآية جاء مجملا، جاء بشكل كلي. وقد وردت آيات كثيرة في سورة المائدة بدءا من الآية الأولى بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. ربي قال في الآية الأولى من سورة المائدة، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السؤال: واش من العقود اللي لازم نطبقوها؟ ربي قال: طبقوا العقود، كل العقود. هذا اللي قلت لكم، هذا البيان الكلي. أول عقد بيننا وبين ربنا لا إله إلا الله. كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى عندنا عقد مع ربي باش نوحده ونفرده بالعبادة، أليس كذلك؟ علاش قال ربي في القرآن في سورة الكهف في آخر آية في سورة الكهف، وهي الآية 110، ربي قال: فمن كان يرجو لقاء ربه واش يدير؟ فليعمل، ما يريحش، ما يقولش أنا ما نخدمش، لا، فليعمل عملا صالحا. وربي ما بينش العمل الصالح، ما قالش كل واحد يخدم الصلاح، وكل واحد يخدم واش يحب واش يرتاح ليه. وكذلك العمل الذي يتقنه. خاطر سمحوا لي، ممكن واحد منا يقول كان نحب نبني الجوامع، هو ما يقدرش، لازم يسافر، لازم يروح يطلب، يشوف المحسنين ويجري ويتعب يردوه. يروى، وإن كان هذه الحكاية يعني لها معنى في موضع آخر ولكن استشهدوا بها. قال لك واحد محسن راح الواحد يجمع له، قال: اعطيونا باش نبنيو الجامع. واحد سمحوا لي بصق على وجهه، أكرمكم الله، وذاك الإنسان مسح على وجهه، قال له: هذه لي. والجامع، شوف يعني الإنسان اللي ما خطر، كاين الريسك، كاين الضرر، كاين المخاطر. قال له: هذه لي، راك بسقت عليا مسحها، هذه لي. والجامع يعني ما غاضوش الحال، ما قالوش وانا ما نطلبش دراهمك وما نحتاجهمش، لا. الإنسان اللي يتبع طريق الخير يلقى الأشواك، يلقى شوية مشاكل، يلقى. إذن كل ميسر لما خلق له. لذلك هذه مسألة في غاية الأهمية باش الإنسان يتقن عمله. وربي قال: العمل الصالح. والحمد لله أن الوصف مشترك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية الأخيرة 110. أقول ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد بيننا وبين ربي نوحدوه ولا نشرك به. سمعت الآية 256 من سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، على بالكم هذه لازم باش يكون إيمان حقيقي، وإلا يكون إيمان مخلط. لذلك احنا نقول لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات.
فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلا الله إثبات. إذن لا إله إلا الله وين لقوها؟ في الآية 256 من سورة البقرة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبعدين ربي قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخر الآية. طيب، إذن يا جماعة الخير الآن فهمنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعندنا عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطر نقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن نكون أوفياء له. سيدنا أبو بكر الصديق نهار اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا الموقف نتاعو، موقف كبير. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولكن هذه الشهادة ستلازم الإنسان إلى أن يلقى الله، يمن بربي ونبي، هذا هو. ويؤمن بكل النبيين والمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله، كما في سورة البقرة الآية 286. دونك فهمنا جماعة الخير أنه مبدأ التعاون مهم. الآن يلا نروح الميدان. الميدان سمحوا لي أن نحتاج إلى كوتي براتيك، الجانب التطبيقي عملي. كاين بعض الملاحظات وبعض الإجراءات وبعض المقتضيات لا بد أن نستحضرها، لا بد أن ترافقنا وأن نرافقها، ولا بد أن نتمثلها في المجال العملي الميداني. رقم 1، لا بد أن نعمل جميع الأعمال لله. هذا منطلق. سمحوا لي يا جماعة، علاه؟ باش ربي جازينا. على بالكم كان اللي يتعب والفايدة والو، ولا لا لا، هو اللي يخدم خدمة ولكن ماشي لربي، خدم الخير ولكن خدم باش يقولوا الناس خدم الخير، أو مشكلة يا جماعة الخير، تعب الفايدة لا شيء. لذلك ربي سبحانه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه قاعدة لازمة مرافقة للعمل لتحقيق مبدأ التعاون. كلنا أمذا بك جميعا نستحضر هذه النية، والله يتقبل أنصاف الأعمال ولا يتقبل أنصاف النيات. واحد يخدم واش يقدر عليه، ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولكن النية لازم تكون صافية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة أساسية أولى. 2، قاعدة ثانية، لا بد أن نؤمن بأن كل منا لا يحمل الحقيقة المطلقة. 1، وماشي مهم بزاف في هذه الحياة، معناتها إذا كان مات الله يرحمه، هذه مسألة مهمة لكي لا تتعلق قلوبنا بالبشر، لا برب البشر. لو كان نقولوا مثلا عندنا واحد راجل لو كان يموت ما بقى ولا شيء، غلط. مهما ارتقى وسما، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصدمة كبيرة، ماشي حاجة بسيطة يا جماعة الخير، الرسول مات صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق اهتزت قلوب الصحابة، ولكن أبو بكر الصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله
عمر، وأصدقهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث. عمر وصرا الشيء اللي صرا له تعرفوا، ثم اللي ناض بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا معنى دقيق وعميق وخطير. علاش قلت لكم هكا يا جماعة الخير؟ لكي لا تتثبط عزائمنا نهار اللي يموت لنا واحد مهم الله يرحمه نقتدي به والسلام. شحال من الشيوخ اللي راهم موجودين هنا في تيارت، ناس صالحين، علماء، شهداء، مجاهدون، مصلحون، الله يرحمهم فقط. ولكن نقول كما قال ربنا يعلمنا في سورة الحشر في الآية 10 يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه مليحة. الإنسان ما يلزمش ينسى فضل الناس السابقين، الفضل للسابق مهما أحسن اللاحق. تفهمنا؟ هذه قاعدة ذهبية. إذن رقم 2. القاعدة الثالثة إيه هي؟ أنه لازم كل منا يعترف باللي ربي عطاله هذه النعم التي يستخدمها. لو كان ماشي ربي كيفاش نخدمه؟ كيما رانا كاع لو كان ما عطاناش ربي نعمة الرجلين واش وصلنا لهنا؟ شحال من الناس والله مساكن ما يقدر يجي، ما يقدر يروح الجامع على رجليه. هاو نعمة الرجلين لو كان عبدو ربي 100 سنة والله ما نخلصوها. نعمة واحدة ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة العافية، نعمة الاستقرار. في نعمة جماعة الخير، نعمة كبيرة بزاف الآن ننعم بها. اللي عاشوا الفترة الصعبة في الجزائر يعرفوا قيمة هذا الخير اللي احنا فيه. ولا يدرك لا تدرك قيمة النور إلا في دياجير الظلام. في الظلمة نعرفوا قيمة النور، كي نمرضوا نعرفوا قيمة الصحة، وهكذا. علاش قلت لكم هذا الكلام؟ خاطر ربي اللي قال وأما بنعمة ربك فحدث. خاطر ربي قال وقليل من عبادي الشكور. كان اللي عطالو ربي كلش، عطالو ربي الصحة، عطالو ربي الذرية، عطالو ربي المنصب، عطالو ربي دراهم، عطالو ربي الشركات، عطالو وهكذا كما بيبري برك. لو كان كاميون نتاعو يبقى اون بان يمرض، يقول لك على بالك الكاميون راه اون بان. هذا ما كان. واللي ما عندوش كاع كاميون واش يقول؟ وبالك ليله واحده يمرض، ليله واحده توجع الضرس نتاعو يتقلق، يقول يا عجبا طول الليل ما رقدش. انسى 364 ليله راقد، ليله واحده ما رقدش تقلق. لا، علماؤنا علمونا إذا سلبت منا نعمة لا ننظر إلى النعمة المسلوبة ولكن ننظر إلى ما بقي من نعم. هو ربي خلنا نعم بزاف. ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وقليل من عبادي الشكور. قال وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله، ربي يعطي لك نعمة كي تقول الحمد لله ربي يجازيك ويزيد لك. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث القدسي الجليل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الله يا ربي الله. حتى اللي غرقين في المعاصي ربي ما يقنطهمش من الرحمن تاعو، كما قال في أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا جماعة الخير
هذه قاعدة ذهبية. وأما بنعمة ربك فحدث. أتدرون لتدوم النعم. على بالكم بيني وبينكم ممكن تلقى إنسان يخدم الخير 10 سنين من بعد يحبس يبطل. كاينين ولا ما كاينين؟ كاينين. خدم الخير أبرا يقول لك بطلت، ما نزيدش ندير الخير كاع. كي تقول له عليه يقول لك هكذا، يقول لك درت الخير في الناس ولا واحد استعرف، صافي ما داروش ربي. ولا يقول لك درت فيهم الخير وهما رجعوا لي الشر، ما على بالوش باللي هو ربح في لافير، ربح عنده اجر كبير اذا كان صبر. الا ما صبرش مشكله يتزعزع. صافي لازم نرجعوا للموازين الشريعه. لو كان نروحوا الموازين تاع البشر او كارثه. سي بور سا رانا في فوضى. كاين الخير يقينا، ولكن في الوقت نفسه نعيش الوانا من الخلل، الوانا من الفوضى. لماذا؟ هكذا لانه بعدنا على الروبير هذوك اللي دارهم شرع. كاين دي روبير معالم، هذه المعالم مهمه جدا. لذلك يا جماعه الخير اسمحوا لي، هذه تاتي القاعده الاخرى الرابعه. ايه هي؟ هو الاستمرار في العمل الخيري. الاستمرار مع انتهى ما تحبسش. على بالكم طوموبيل كي تمشي بروميير فيتاس، من بعد 2 3 4 كي يكون طريق الله تمشي، كي تلقى العقبه لي فيراج تنقص مي راهي تمشي. حنا ثاني المهم ما نحبسوش، خاطر ممكن واحد منا يعيا. سمحوا لي في رمضان مثلا ما شاء الله عبادات وطاعات ومساعدة الفقراء المساكين ما شاء الله. بعد رمضان خلاص الهمة نتاعنا تضعف. ما حبسناش. المشكلة هذوك اللي خدموا الخير وديغوتا وحبسوا، يقول لك والله ما نزيد ندير الخير. مشكلة. هذا هو الخلل. وكأنه يمن على الله. ما على بالوش باللي يا سعد إذا كان ربي استخدمه. مادام ربي يحبك، من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر حيث أقامه. لذلك يا خوتي سمعت الآية اللي قال ربي سبحانه في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وربي قال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا، ربي قال خدموا، فسيرى الله عملكم. ربي أول من تعرض عليه الأعمال ربي سبحانه. فسيرى الله عملكم. اسمحوا لي بيني وبينكم برك، يكون واحد خدام يخدم خدمة نتاعو، يقولوا شاف السيرفيس نتاعو، يقول العشية نشوف الخدمة نتاعك يسقمها ولا ما يسقمهاش. لو كان يقول له ديريكتور هو اللي يجي، ديريكتور المدير، يا حسرة. لو كان يقول ماشي ديريكتور بي دي جي الرئيس المدير العام، هذه مصيبة تاع درك يعني. يقول لك لازم نخدم واحد الخدمة. سمحوا لي ولله المثل الأعلى. جاب لي ربي، احنا ثاني مليح نتفكروا باللي الخدمة يديرها ربي، يشوفها ربي سبحانه عز وجل. أول من تعرض عليه الأعمال هو الله. سمعتوا الآية 105 من سورة التوبة، تلقاها على الصفحة اليمنى الفقرة الأخيرة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. زيد ورسوله، زيد والمؤمنون. علاش ربي قال المؤمنين؟ خاطر المؤمنين عندهم المعايير، عندهم دي بارام. كاين بارام يقول خدمه بالايمان بالاسلام بالشريعه اللي يقيم. والا لو كان نحو قواعد الشريعه تاتي قواعد اخرى ممكن توقعنا في حرج وفي حرج شديد. لذلك ربي قال والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده. ما تنسوش بلي ترجعوا كاع عند ربي. وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون.
إذن جماعة الخير هذه قاعدة ذهبية مهمة. كاين القاعدة الخامسة أنه ما ننسوش فضل بعضنا البعض، بمعنى أنت تساعد الفقراء ما ننسوش فضلك، راك سديت ثغرة أنت ومن معك في ثغرة من الثغور، ما ننسوش الخير نتاعك. يلي يعاونوا المرضى ما ننسوش الخير نتاعكم، يلي يبنيوا الجوامع ما ننسوش الفضل نتاعكم، يلي نشروا في العلوم ما ننسوش الفضل نتاعكم. ربي قال في سورة البقرة الآية 237 قال ولا تنسوا الفضل بينكم. مليحة هذه ولا لا؟ آية عجيبة. علاش قلت هكا؟ خاطر لو كان ما تكونش هذه الآية يجي مجموعة يدمر الخدمة اللي يدورها الولي. هاي الكارثة. الآن في أمتنا الإسلامية نعيش حالة من الدمار الشامل. وإلا بربنا يعني بربكم سادتي، كيف هذه الأمة اللي كتب لها ربي مركز الشهادة والريادة والقيادة، الأمة الشاهدة على الناس في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نلقاو الأمة فيها نوع من التمزق، نوع من الدمار. غلط، صفوا غلط ولا لا. هذا على مستوى الأمة وعلى مستوى الحومة، لأن الشريعة تهتم بالأمة كما تهتم بالحومة. الحومة الحي ولا لا. علاش يجيو مجموعة يشوفوا الآخرين يخدموا يقول ها وهذو ما يخدموا والو، هذون ما يعرفوش صلاحهم، هذه ماشي خدمة. مي غلط، لا بد أن يقدر بعضنا بعضا، وإلا ما ينفعش. ربي سبحانه باش يعطينا التوفيق، يعطينا النجاحات، لازم نطبقوا هذه القواعد. لازم قواعد ضرورية لازمة لنجاح العمل. وصلتكم الرسالة يا إخوة؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. لا ننسى لا فضل السابقين ولا فضل اللاحقين. يلا نعطي أمثلة. أتيارت الله يبارك أسستوا جمعية والصلح خير، يعني هذه سعادتنا كبيرة. أتحدث باسمي وباسم الإخوة اللي جينا مع بعض، قلوبنا سبقت أبداننا إليكم. لماذا؟ لأن المولود الجديد في تيارت جمعية والصلح خير ربي الحمد لله، ونتمناو باش كل الولايات. أملنا أن تؤسس جمعيات في هذا المجال الحيوي، مجال إصلاح ذات البين الذي قال فيه ربنا عز وجل والصلح خير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. الحديث خرجه الإمام الترمذي وحسنه. أملنا أن تؤسس جمعيات لإصلاح ذات البين على مستوى قطرنا الكبير، على مستوى الجزائر قاطبة، سواء تحمل هذا الاسم الجليل والصلح خير أو تحمل أسماء أخرى. المهم العبرة بالمقاصد والغايات. إذن جمعية والصلح خير هي تهتم بالصلح. لجنة المسجد تهتم بالإصلاح بالمسجد، برعاية المسجد وصيانته وهكذا. جمعية أخرى نتاع الأطباء تهتم بالمرضى، برعاية المرضى. جمعية أخرى تهتم بالبيئة، الطبيعة، l'environnement، الله يبارك. جمعية أخرى رياضية تهتم بالأبدان، صحة الأبدان، هذا أمر مطلوب، تهتم بصحة الأبدان. جمعية أخرى
تهتم بخدمة التراث وإحياء التراث. جمعية أخرى تهتم، خلي الجمعية تنتشر وتؤسس في هذا المجتمع وفي مجتمعنا الكبير. وباش نطبق قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم أخيرا القاعدة الذهبية الأخيرة السادسة، ما هي؟ لا بد أن ترافقنا الهمم العالية، أن نكون أصحاب همم عالية. على بالكم علاه صاحب الهمة يحمل الهم، والهم يولد الهمة. هذا ما كان بمعنى اللي واحد إذا كان يرفض الهموم نتاع الأمة لازم يكون عنده همة. إذا كان ما رفضش الهموم يقولك خاطيني، وربما يختزل حياته فيما يعنيه هو. الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه يحكي، قال لك مرة راح جهة البحر ولقى واحد صيد حوتة كبيرة شوية على 9 نتاع الصباح. قال لك استوقفته وقلت له، واش قال له؟ قال له: يا فلان روح ولي البحر صيد، مازال الحال. ترى واش قال له؟ قال له: هذا يكفي، هذا واش ناكلو اليوم. شفتوا كيف؟ هذا واش ناكلو. الله يا ربي الله. الشيخ الغزالي بدا يقول له، يوسع في مخه، قال له: روح تجيب الحوت، روح صيد، مازال نهار طويل. الحوت اللي تجيبه إما تبيعه الله يبارك، لقد وفرت مادة غذائية مهمة للناس، اللي يجي يشري يلقى. وربما تسهم باش السعر ينقص، خاطر إذا كثر العرض يولي مما الثمن ينقص. ولا لا هذه معروفة، قواعد السوق، قواعد التجارة والاقتصاد. ما حبش يفهم، قال له: لما حبيش تبيع تصدق للفقراء، الشيء اللي جبته كل شيء اللي تاكله والباقي يعطيه الفقراء المساكين. ما حبش يفهم، كل مرة يقول له: الشيخ هذا واش ناكلوا اليوم، واش ناكلوا اليوم. الشيخ الغزالي دار تعليق، قال: إن هذا الرجل، هذا الشخص، ينظر إلى الدنيا بساعتها ضيق كضيق بطنه. الله يرحمك يا شيخ الغزالي. قال هذا الإنسان يشوف للدنيا دنيا واسعة، هو يشوفها ضيقة كما الكرش نتاعو، وهذا غلط. لازم الإنسان ما ينظر هكذا، لازم يكون عنده صاحب همة. أرشدكم إلى كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، خاصة الصفحة 17 والصفحة 143، تلقوا في هاتين الصفحتين العجب. كان يتحدث عن علو الهمة، ثم تحدث عن علو الهمم، ثم تحدث عن ترشيد الهمم. ترشيد الهمم، لأن الهمم إذا انطلقت بغير ترشيد قد لا تحقق الغايات والمقاصد، قد يرتبك عندها أو يضطرب عندها سلم الأولويات، قد تقدم ما يجب تأخيره، قد تؤخر ما يجب تقديمه، قد تفقد ميزان المصالح والمفاسد، قد وقد وقد. لذلك لا بد لها من ترشيد. في خاتمة القول نقول: نحن ضيوف في هذه الدنيا، وكما قال الإمام علي رضي الله عنه بن أبي طالب، قال: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نهايتنا القبر، سنموت جميعا، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.